عسلامة ومرحبا بكم في إدبارة جديدة من دبارات رمضان. اليوم باش نعمل معاكم المحكوكة التونسية على الطريقة الأصلية، بالطبيعة باش نعطيكم البديل. زاد المقادير راهي سهلة وبسيطة، مقادير من غير ميزان وناجحة 100%. بالطبيعة الفاكهة والحاجات اللي في وسطها تنقصوا تزيدوا حسب الرغبة. للسهرية ولا للسحور بنة عالمية، جربوا تحصلوا. مقاديرنا باش نعملوها بسيطة برشا، حاولت اني نعملها مختصرة قدر الامكان من غير ميزان من غير تعب، هكا لف الناس الكل صايمة والناس ماذا بيها حاجة سهلة. باش نكيلو بالكاس والا بالفنجان كما تحبوا، اذا عائلتك كبيرة كيل بالكاس، اذا عائلتك صغيرة كما انا كيل بالفنجان. دونك شنو باش نحتاجو 4 كؤوس سميد متوسط، هذا الحبة هذه اخواننا اللبنانيين يقولوا سميد الفرخة، سمولينا وسط، هذوما الاسامي متاعها. باش نكيلو 4 فناجن ولا 4 كؤوس هكا ممسوحة. باهي، على كل 4 كؤوس باش نعملو كاس زيت نباتي وزبدة، وإلا زبدة صافي وإلا زيت نباتي صافي. اما الزيتونة ما ننصحش بها، راهي ما تجيش بنينة، وماذا بيكم ديما حيوانية. انا الحقيقة اليوم نعمل بالمارغرين مش بالحيوانية، وراهي الحيوانية بصراحة تفرق اكثر، اما زيتا بالمارغرين تبنن باهي مش خايبة. هنا عندي الحاجات اللي باش نعملها في وسطها هكا كما تشوفوا معايا: شوية تمر مقصوص، شوية زبيب، شوية لوز محمر، هذه حلوى جيست للزينة، وهذه شوية زوزة، شوية بفريوة اللي هي البندق، زادة للحشوة وللزينة. وباش نكوها بالماء العطرشية، انا الحقيقة شارية صناعي. توا نبدو بسم الله الوصفة متاعنا. انا ديجا مازلت ما ركبتش فطوري، يعني باش نعملها قبل ما نركب فطوري. حميت على الفور 180 درجة، وتوا باش نبدا الخدمة متاعي. شوية ملح مش برشا، رشة هكا كبيرة شوية، ونحط السميد اللي عندي 4 فناجن. انا الفنجان كبير، راهو ال4 فناجن هذم يجوا تقريبا 250 جرام، لكن انتوما كيلو بالفنجان ولا بالكيس، ما تكيلوش بالميزان، راهو عادي ما يفرقش. وتوا نجيبوا الزيت والزبدة كما قلت لكم، تنجموا زبدة حيوانية مارغرين اللي تحبوا. انا هنا دافي شوية ماهوش مشكل، خاطر مازلت كي ذوبت المارغرين. تسهم ببعضهم بالكدا بالكدا. اللي باش نحتاجوا سكر ولا شيء، لان باش نعملوا لها ديجا شحور. انا نحطه في الكوشه ونخدم الشحور متاعي. جبت الماء هنا باش نعمل زيادة شويه ماء عطرشيه. انا باش نعمل ملعقه اكل يزي نفوح بها. وباش نكيل لكم الماء راني حطيته في الجرزوه اللي ذوبت فيها الزبده، بقل معون نستعملوه. هذا الفنجان الاول، وباش نشوف نلموها عجنه متماسكه. صبوا بشويه، هكا في ساعه شربت هكا سافا، تحسها سافا، ولو اني نحب نزيدها شويه باش تجيني شاده روحها اكثر. نجموا لما حالة تعجنوها شعرونه معناها شويه باش تشد روحها، خاطر تفرول برشا. ريحه الماء عطرشيه ما شاء الله، هي متسميه على ماء العطرشيه المحكوكه. كريتوها كيفاش. نزيدها شويه ماء، العجنين شعيره مش برشا، هكا باش تتكون لنا عجينه. مريتوها هكا تقريبا كلت لي فنجان، بالطبيعه حسب السميد نتاعكم، اما تبعوا تبع ديما الماء. انا بقى لي تقريبا ملعقه اكل. توا نجيب البلاطو نتاعي اللي ديجا دهنتو بالزبده، ولا تحطوا بابي كويسون. انا دهنتو بالزبده، بالطبيعه تنجموا تدهنوا بالزيت. باش نهزها كيف ما هي هكا، وباش نفرشها.
تفرشوها علو 1 سنتيمتر. هذه من الحاجات الرمضانية البنينة برشا برشا ومعسلة، حاجة هكا بنينة. هي ما تلصقش لكن الواحد يحتاط. تحاولوا تسووها بالطبيعة. حاولوا كما تشوفوا هاكا، كما تشوفوا 1 سنتيمتر. توا نجيب سكينة ونرشمها الرشمات اللي تحبوا عليها، نقصها مش نرشمها هكا، نرشمها يعني ما نوصلش للاخر، جيت للنص وكهو باش من بعد تتقص لي بسهوله. انا عملتهم صغيرونين عادي، انتم تعملوهم كبار ماهيش مهمه الحكايه هذيا، بس باش نعاونوا رواحنا من بعد باش نقلعوهم. وتوا نهزها على الفور 180 درجه، نار الفوق ولوطه، الوين تحمر وتطيب بالكدا. باش نعمل الشحور ديريكت هي دخلت للفور خاطر باش تشدني شويه، باش نعمل الماء قبل. انا باش نعمل 3 كؤوس على قدر الكأس اللي عملت بيه سميد، باش نعملو ماء، باش نعمل بيه سكر زاد. 1 ديما الماء حطوه قبل باش ما يحجرلكمش السكر. 2 3 وراو هكا زاد ولا ناقص. نتوى السكر كيف كيف 3. هذا 1 سكر، هذا قداش احرش، هذا 2، هذا 3. نهزو على النار من غير ما نحرك، نغطيه من المستحسن، نخليه هو يوصل درجة الغليان وانا نحسب له 10-8 دقائق. النار بطبيعة هي نار متوسطة، وفيها وصلت درجة الغليان تعملوا لها ملعقة قهوة فقط، المقدار هذا قارص، عصير قارص، عصير ليمون. انا الحق عيني ميزاني نعرف الكمية، ونخليها تطيب حتى هكا مش مغطية ما يسالش، انا مغطية خير. 10 دقائق 8 دقائق. توا مرت 10 دقائق بالتمام والكمال، نار متوسطة الى هادية. شوف متوسطة الى هادية هاكا باش نوريكم القوام، راهو يلزم يكون متوسط جيري شوية باش ننكه بالعطرشية، بماء العطرشية ولا بأي نكهة تحبوها. باش نعمل مغلاق اللي هو ملعقة ونطفي عليها ونعمل مغلاق اللي انا نسيت، ونخلوه يبرد. انا باش نحاول نبردو، مازالت المحكوكة تيبرة. هذه المحكوكة متاعنا حضرت، انا شدتني 45 دقيقة، نخليها تبرد ومن بعد نشوفوا شنو باش نعملوا لها. توا انا لحظات ما الحقيقة حركت فطوري، رجلت الفطور، ريتو كيفاش تولي هكا سهلة، سكر الشباك على الحس. كما قلت لكم شوفوا كيفاه كي عملناها القصانة ديكا جات سهلة ماهلة. نفتفتوها هكا شوية ونجيبوا الصحفة باش نحكوا فيها المحكوكة متاعنا. ديك علاش هي اسمها محكوكة، خاطر نحكوها نحطها على جنب، ونجيب غربال هكا خشين ولا متوسط كما تحبوا نحك بيه. والا زاد تنجموا تحكوا بالصفاية هذه اللي ما عندوش الممضة هذه يسموها جماعة الشمال، يحك بالصفاية هذه. به ما عندكمش تهرسوا بالمهراس، ولو انه انا ما نفضلش بالمهراس خاطر يعمل نكهة مش مستحبة، والا تهرسوا بالهشوار، حتى الهشوار تهرس بالقدا. كما تشوفوا هاكا باش نبدا معاكم. هذه الطريقة الزمنية الأصيلة، انا باش نعتمدها هي. شفتوا كيفاه نتحصلوا على خليط ناعم، هي وين تبدا المنفذة أرطب وين نجيكم الخليط ناعم أكثر. وكما تشوفوا تحصلنا على خليط ناعم نوعا ما، أغسل محلاه. هو مازال دافي شوية، خليه يبرد شوية
ما انا غسلت لي فيرين بتاعي، بالطبيعه تحطوه جماعي في صحن ولا تحطوه في فيرين كل واحد وحده كيما تحبوا. تقوني الريحه ما نحكي لكمش بنا. نوريكم توا الشحور بعد ما برد شويه، مش برشا الشحور راهو لازم يكون متوسط. اذا عاقد يجيكم المحكوكه تجيكم قويه برشا. توا باش نبدو نصبوا بشويه ونشوف ونحرك الشحور اللي هو القطر. اوكي يفضل ميسالش، هو يعملوا بيه اليويو نفس الروسيت، يعملوا بيه زيد البسبوسه. المحلى البسبوسه اخف شويه، من الحقيقه انا ساعات نعقدها. هو راه باش يشرب ديما احتاطوا. نزيد هو يشرب وتترمى المحكوكه شويه. خلوها تشرب شويه ونشوفوا نضيفوا لها ولا لا. هاكا توا تحسوها شربت بالباهي. هاكا تنوريكم القوام بالكدا كيفاش تحسوها. عندي توا تقريبا 3 دقائق خليتها، مشيت نكمل نحرك في الطناجر نتاعي. ما شربتش الشحور، يعني اللي بقوا هذوما يزي ما عادش باش نعملهم. كعينكم ميزانكم تعرفوها شربت واكتفت تماما. اذا باش نكسر باش تولي لي جاريه. شفتوها؟ توا باش نزيدها اللي نحب نزيدو. انا باش نزيد شويه زبيب. الزبيب بطبيعه تنجموا تنقعوه في ماء الورد، انا مش باش ننقعو، خلي شويه نزين بيهم. نزيد شويه دقله هاكا هرستهم كونكاسي. بالطبيعه البقيه الكل باش نزين بيها. زيد الزوزه نجم نعمل شويه الفاكهه اللي عندكم. ريحتها بنينه تهبل. توا باش نجيب الفيرين متاعي ونسربيها. وهذوما بالطبيعه مش بالضروره يتعبوا، راهو جيست شويه وكهو. نجموا زاده تعملوا طبقه وتذروا فوقها شويه مكسرات وهي هكاكا ماشي. امانه باش نحط الكل. يا راهي طبق مشبع، يعني ما تكثروش برشا. هذوما يعملوا تقريبا 4 فيرين متوسطين والا 6 فيرين صغار. كيف العاده باش نزينوه بالحاجات اللي ما زالت نزينوهم بشويه دقله كبرزه هذيك اتفننوا فيها. هذه راهي ضربه كالوري وسكر ودنيا الكل تاع صيام لمحل. عشاء قريب يحضر على فكرة، وانا نعمل في المدموجة. توا اللوز انا بصراحة بارازار قاعدة نزين، خاطر الكيس داخل ما نجمش نزين بالباهي هكا يزي فيه البركة. وهكا كملت دبارتنا. بالطبيعة تزينوها كيف ما تحبوا. ننصحكم زيادة لابد على الأقل شطر زبدة حيوانية، ميسالش حتى المارغرين ميسالش، تجي بنينة منفع وقوة صافية. إن شاء الله تعجبكم. في أمان الله.